طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا، معكم فيها شهاب الرأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. مد خطوط المياه في كرن. تقييم النشاط التعليمي في دك أمحري. الاستفادة الجيدة من المياه في فورو. العرب والأوروبيون يسعون إلى التوافق في قمتهم الأولى. إيران تعلن نجاحها في إطلاق صاروخ من قواسة. ومحادثات بين طالبان وواشنطن في الدوحة. مرحبا بكم. اكتملت عملية مد خطوط المياه وحفر الآبار وبناء خزانات المياه في مدينة كرن بكلفة أكثر من 31 مليون نغفة. وأوضح مدير مدينة كرن السيد زكي داويت في اختتام البرنامج في 26 من فبراير، أوضح أن أنابيب مياه كرن خدمت لسنوات طويلة، لذلك ظلت تجري باستمرار أعمال تحسينها لضمان المياه في المدينة وضعا في الاعتبار سعتها وكثافة سكانها. وأشاد مسؤول تنمية مياه كرن السيد أبره جرماتيون بتعاون السكان لإنجاح المشروع، موضحا عن حفر بئرين ضمن هذا المشروع وبناء خزان مياه ومد أنابيب بطول 11 كيلومتر، حيث بدأ العمل لحل مشكلة مياه أحياء عد حشل وعد شبوت وواليكو. من جانبه أشاد حكيم إقليم وعنسبة السيد علي محمود بجميع الجهات والشركاء المساهمين لإنجاح المشروع، موضحا بأن المشروع هو جزء من جهود توسيع الخدمات الاجتماعية. وقد تم زيارة عدد آبار مياه مدينة كرن من 10 إلى 24 بئرا في إطار المشاريع الجارية لحل مشكلة مياه مدينة كرن وخزانات المياه من 2 إلى 4 خزان، ليحصل 80% من سكان المدينة على المياه النقية. قيم مكتب التعليم في مديرية دك أمحري سير العملية التعليمية في اجتماع عقده يومي 21 و22 من فبراير بحضور مدراء المدارس والمشرفين التربويين وممثلي إدارة المديرية. وقدمت في الاجتماع تقارير عن كفاءة التدريس ودورها في نتائج الطلاب والأوضاع العامة للمدارس وملائمتها للعملية التعليمية ودور المشاركة المجتمعية. ووصل الاجتماع لتعزيز العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والمعلم والطالب للارتقاء بكفاءة الطلاب ونتائجهم وتمهيد الأرضية لتأهيل المعلمين وتبادل الخبرات بينهم وتقوية مساهمة المجتمع. وقالت مسؤولة التعليم في مديرية دك أمحري الأستاذة ركبة كفلو ومسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد عندوم زميكائيل ومسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتسكي كيداني، قالوا إن على المجتمع القيام بالتعاون اللازم مع المعلم لأنه أساس العملية التعليمية. وتوجد في مديرية دك أمحري 54 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية تستقبل حوالي 23 ألف طالب. يقوم سكان ضاحية مالكا بمديرية فرو بأعمال فاعلة لتسخير المياه المنحدرة من المرتفعات في الأراضي الزراعية. وأوضح مدير الضاحية سيد موسى عبد الله أن العمل يجري لحماية الأراضي الزراعية في ضفاف أودية الدعيشي وأدوما من الانجراف وتنمية المياه الجوفية، حيث تم بناء مجرى تحويلي بارتفاع 7 أمتار وطول 500 متر في الدعيشي. وأشار السيد موسى إلى بناء مجرى تحويلي بارتفاع 5 أمتار وطول نصف كيلومتر في أدوما، حيث ستواصل العمل للاستفادة من كل قطرة ماء. من جانبهم ذكر المزارعون بأن العمل الذي يقومون به دور كبير في استقرار البيئة ورفع الإنتاجية، مناشدين الجهات المختصة بدعمهم لفعالية أكبر للعمل. وتوجد مساحة أكثر من 1600 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة الخريفية والمروية في ضاحية مالكا بمديرية فرو. أعلنت إدارة مديرية هايكوتا العمل بمنح الأولوية لحماية التربة وحفظ المياه ورفع الإنتاج الزراعي بالمشاركة الشعبية المنظمة.
وقال مدير المديرية السيد شيخ الدين صالح لدى لقائه السكان إن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي نفذت من قبل في مختلف المناطق حققت نتائج مرضية، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل هذا العام بتقوية تأطير المواطنين في مجموعات عمل. وأوضح السيد شيخ الدين صالح بأن برامج هذا العام ستشمل فتح فرص العمل وإنهاء مشاريع المياه وإصحاح البيئة وغيرها، داعيا إدارة الضواحي ولجان القرى القيام بدور رائد لتنفيذ الأعمال. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيد أرقاي مبرهتو عن تنفيذ أنشطة نفير بمشاركة السكان والجيش الشعبي والطلاب، مشيرا إلى أن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه العام الماضي لم تكن بالمستوى المأمول مقارنة بالأعوام السابقة. وأكد المشاركون في الاجتماع على جاهزيتهم لإنجاح البرامج الموضوعة، داعين لتوسيع خدمات الكهرباء وإعادة النظر في تعرفة المياه وبناء دورات مياه عامة في بلدة هايكوتا. تبرع الإريتريين المقيمون في إسرائيل بأكثر من 221 ألف دولار لإعالة أسر الشهداء ودعم برامج جمعية معاقي الحرب. وجاء التبرع بمبلغ 201,562 دولار لإعالة أسر الشهداء ومبلغ 19,650 دولار لجمعية معاقي الحرب. وأعرب المواطنون في الاجتماع الذي عقدوه يوم 23 من فبراير لدعم أسر الشهداء والمعاقين، أعربوا عن الارتياح للمشاركة في الأنشطة الداعمة لهذا الغرض. وأشاد القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سلمون كنفي بالأنشطة والدعم الذي يقوم به الإريتريون في إسرائيل، داعيا إياهم العمل بقوة للدفع بهذه المساهمة النموذجية. مشاهدينا الأفاضل، فاصل انتم الأخبار على الصعيد العالمي. سعت الدول العربية والأوروبية إلى إيجاد أرضية مشتركة حول التهديدات الأمنية والأزمات الإقليمية خلال أول قمة مشتركة بين الجانبين في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر. وشدد المسؤولون على أن القمة لا تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي القضية التي ناقشتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع قادة أوروبيون آخرين على هامش القمة. كما قالوا إنها لا تركز بالدرجة الأولى على الهجرة، وهي القضية التي استحوذت على الكثير من المناقشات الأوروبية منذ الزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا في عام 2015. إحدى القضايا التي تختلف الدول العربية بشأنها هي إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد تعليق عضويتها عام 2011 بسبب قمع المتظاهرين في بداية الحرب الأهلية. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في افتتاح القمة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب. وقال مصدران دبلوماسيان إن الآمال في أن تنتهي القمة التي تعقد على مدى يومين ببيان ختامي مشترك أصبحت محل شك بسبب الانقسامات العربية حول مضمونه. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن طهران أجرت اختبارا ناجحا لإطلاق صاروخ كروز خلال مناورات بحرية قرب مضيق هرمز، وذلك في وقت تتصاعد فيها التوترات مع الولايات المتحدة. وهددت إيران من قبل بإغلاق المضيق الذي يعد ممرا ملاحيا هاما لشحن النفط من الخليج، ردا على أي عمل عدائي أمريكي، بما في ذلك محاولات وقف صادرات النفط الإيرانية عبر العقوبات. وقالت واشنطن في أغسطس إن إيران أجرت اختبارا لإطلاق صاروخ قصير المدى مضاد للسفن في المضيق خلال تدريبات بحرية يعتقد أنها كانت تهدف لإرسال تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب قراره إعادة فرض العقوبات على طهران. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن أكثر من 100 قطعة بحرية تشارك في المناورات الجارية لمدة 3 أيام في منطقة واسعة تمتد من مضيق هرمز وحتى المحيط الهندي. أفادت مصادر في حركة طالبان أن المولى عبد الغني باردار أحد مؤسسي حركة طالبان سيسافر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في محادثات تجري بين الحركة ومسؤولين أمريكيين.
ومن المتوقع أن تتركز المحادثات على وقف إطلاق النار بهدف إنهاء أطول حرب أخذتها الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان حسب ما ذكرت مصادر دبلوماسية. ويقود الجانب الأمريكي في المفاوضات المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زادة، وذلك حسب ما قال بيان للخارجية الأمريكية. ويشير محللون إلى أن انخراط المولى باردار في المحادثات قد يزيد من فرص التوصل لاتفاق بين الجانبين. وكان مسؤولون أمريكيون قد التقوا مع ممثلين لحركة طالبان عدة مرات خلال الأشهر الأخيرة في محاولة لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ أكثر من 17 عاما. وبعيدا عن أخبار السياسة، فاز رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن تجسيده لشخصية المطرب ومؤلف الأغاني فريدي ميركوري في فيلم بوهيميان راسبودي في حفل أكاديمية العلوم والفنون السينمائية الأمريكية في النسخة 91 في لوس أنجلوس. وسبق لمالك أن قطف جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل عن الدور نفسه الذي يجسد فيه شخصية فريدي ميركوري المغني الرئيسي في فرقة الروك البريطانية كوين. وكانت جائزة أوسكار لأفضل فيلم هذا العام من نصيب جرين بوك الذي تغلب على 7 أفلام منافسة، وحصل الفيلم 3 جوائز أوسكار، علما أنه كان مرشحا للفوز في 5 فئات. ونال ماهر شالة على علي الذي يقوم بدور عازف البيانو دون شيرلي في الفيلم جائزة أوسكار أفضل فيلم ممثل في دور ثانوي، وفاز الفيلم أيضا بجائزة أفضل سيناريو أصلي. كما فاز المكسيكي ألفونسو كورون بجائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلم روما، وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن دور ملكة بريطانيا آن في فيلم ذا فايفريت. كما فاز الفيلم المكسيكي الدرامي روما بجائزة أوسكار لأفضل فيلم أجنبي. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.